مساء الفل والياسمين على احلى متابعين، وحشتوني جدا جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده النهارده هنعمل مع بعض ورق العنب. زي ما انتم شايفين تطلع معاكي تحفه 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 تحفه، والخلطه رهيبه دايب دوب. زي ما انتم شايفين كده. يلا بينا كده، قبل ما ندخل على الفيديو لايك وشير وسبسكرايب. يلا بينا. اول حاجه كده معانا ورق العنب بتاعنا زي ما احنا شايفين كده. جبته من السوق اهو. هنشيل العنقود بتاعه او العصب بتاعه زي ما بتسموه، وهرصه فوق بعضه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. هرصه فوق بعضه كده نفس الطريقه دي. واللي انا بعمله ده بيسهل عليا ان انا لما اجي اشطفه ولما اسلقه، وكمان لما اجي الف الورق بيبقى متساوي واخد واحده ورا التانية. بيسهل عليا كتير عشان ما يبقاش يعني داخل في بعضه وياخد وقت ان انا افكه من بعضه والكلام ده كله. تمام. هخلص كل الكميه واغسله اهو. زي ما انتم شايفين شطفته من اي تراب عليه، والعناقيد بتاعته برضو غسلتها كويس. هاجي كده في حله فيها ميه سخنه على النار، حطيت فيها معلقه كمون ومعلقه ملح ومعلقه خل ومعلقه زيت. الزيت يديله لمعه حلوه قوي في التسويه زي ما انتم شايفين اهو. ما بياخدش كام ثانيه. اخد الكميه على الجنب ده واقلبه على الجنب التاني كام ثانيه كده وكام ثانيه كده، ما بياخدش وقت خالص اهو. هخلص كل الكميه اسلقها زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين سلقت ورق العنب. ندخل كده على الخلطه بتاعتنا. معايا كوبايه عصير طماطم، معانا بصل مفروم ناعم، معايا معلقتين صلصه كبار، معلقتين دبس رمان، ومعايا خضره مشكله شبت وبقدونس وكزبره. نقلل الكزبره شويه يبقى حبه كزبره صغيرين، ومعايا ليمون، ومعايا هنا ملح وفلفل وكمون وسبع بهارات وتوم بودره، ومعايا زيت وزبده. زي ما انتم شايفين كده هاخد معلقه زيت على زبده، وانزل كده في حله سخنه، واخد معلقتين بصل من البصل اللي انا فرماه زي ما انتم شايفين كده. واول ما البصله تتشوح معانا بالشكل ده نشوحها حلو كده، وننزل معلقه من التوابل والملح، هنقلبهم مع بعض وناخد منهم معلقه كبيره زي ما انتم شايفين كده. طبعا التوابل لما بتتشوح مع البصل او مكعب مرقه او الكلام ده كله بيتشوح مع البصل بيدي ريحه وطعم حلو. وهنزل كمان بمعلقه صلصه ونشوحها حلو، وبعد كده ننزل بكوبايه عصير الطماطم ونسيبهم يتسبكوا معانا حلو قوي. زي ما انتم شايفين كده اتسبكت معانا اهو، ريحتها فظيعه. في ناس طبعا تحب تعمل ورق العنب من غير تسبيكه، تقطع الطماطم والبصل والكلام ده كله من غير تسبيكه، بس انا بحب ان انا اعمل كده. التسبيكه كده بتدي نفس حلو وطعم حلو قوي. جربوها بطريقته، وما تنسوش تعملوا لي لايك وتكتبوا لي في الكومنتات رايكم فيها ايه. هنا غسله الرز ومصفيه حلوه قوي، نزلت كده بيه على الصلصه زي ما انتم شايفين. نقلبه حلو، ننزل كده بمعلقه زيت على زبده. الحركه دي تخلي الرز جوه اي محشي تخليه مفلفل قوي وطعمه حلو، والزبده تديله نفس حلو. وبعد كده ننزل بالخضره. لو الصلصه لسه سخنه ما ننزلش بالخضره الاول، تمام. بننزل بالرز وبعد كده الخضره، ونعصر كده نص ليمونه. لو بتحبيه مزز كده نص ليمونه، ما بتحبوش مزز مش لازم تضيفي ليمون وسط الخلطه، لكن انا بحب الصراحه استمتع بالمزازه بتاعته. ونضيف كده معلقه صلصه ومعلقه دبس رمان ده وسط الخلطه. الحاجات دي بتدي نفس وريحه وطعم حلو. وانزل بعد كده بالبصل المفروم بتاعنا. البصل ده يعني دول بصلتين مفرومين بيديله نفس وريحه وطعم بصراحه تحفه. الخلطه دي جربوها وعلى ضمانتي. دي كده بندوق ونشوف، لو محتاجه ملح بنضيف ملح، مش محتاجه تمام. كل واحد على حسب ما بيحب نسبه الحدق بتاعته.
تمام. جبت انا بقى العصب بتاع الورق العنب او العناقيد، وحطيتها في الحله من تحت. وبعد كده ايه، هنلف ورق العنب، بنخلي الجنب الناعم على ايدينا والجنب الخشن من جوه، يعني الجنب الخشن هو اللي بنحط عليه الرز. تمام، يعني الجنب الخشن من جوه. تمام. وبنلف زي ما انتوا شايفين، بنجيب الجنب ده شويه والجنب ده كده ونلف بطريقه سهله قوي قوي قوي. دي طريقه اللف اللي على الايد. ممكن تلفي على صينيه، هوريها لكم دلوقتي، هنشوفها مع بعض برضو. اهو زي ما انتوا شايفين الجنب الناعم على ايدي والجنب الخشن من جوه بيتحط عليه الرز. طبعا كلنا شاطرين وكلنا بنعرف، وكلكم اشطر مني طبعا. اهو بالطريقه دي. انا طبعا ايه بلف بالراحه، علشان ايه؟ عشان ايه؟ اوريكم. اهو وهنيجي على صينيه كده وهنلف بنفس الطريقه، نخلي الجنب الناعم على الصينيه والخشن نضيف على الرز، ونلف بنفس الطريقه زي ما انتوا شايفين كده. اهو وهنلف بنفس الطريقه اهو. زي ما انتوا شايفين خلصت الكميه كلها. يلا بينا كده نعمل ايه؟ الشوربه او هنسقيها بيه. لو عندك شوربه تمام، ما عندكش شوربه نسخن ميه زي ما انا سخنت ميه. كانش عندي شوربه ونزلت بمعلقه التوابل اللي متبقيه زي ما انتوا شايفين كده. واخد كمان معلقه الصلصه، معلقه صلصه كبيره كده اهو. وننزل كمان بمعلقه دبس رمان على الميه، ومعلقه كده فوق ورق العنب زي ما انتوا شايفين كده. ممكن تضيفيه كله على الميه وممكن تضيفيه كله على ورق العنب. واقلبه كده واشوف لو محتاج ملح ونضيف، مش محتاج تمام. وهنا بجيب شرايح ليمون اهو، اجيب الليمون واعمله شرايح بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، واحطه من فوق واعصر نص ليمونه. لو مش عايزه تعصري ليمون تاني تمام، مفيش مشكله خالص. زي ما قلتلك، زي ما بتحبي المزازه بتاعته. انا بحب ايه؟ انه يبقى مزز كده وطعمه بالطريقه دي بس. وانزل كده بالخلطه اللي احنا عملناها اهو، واحده واحده. بحط المعلقه عشان ايه؟ ما يفكش كده منك. تمام زي ما انتوا شايفين كده. واجيب طبق واغطي بيه الحله الاول اهو، واغطي الحله وعلى نار سخنه، نار عاليه يعني. واول ما يبدا يغلي اروح ايه؟ مهديه النار خالص لغايه ما يستوي معانا. واهو المحشي استوى معانا زي ما انتوا شايفين كده. ريحته فظيعه، طعمه تحفه 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 تحفه. نقلب كده الحله مع بعض. يلا بينا كده نطلع الشيف بوراك من اللي جوانا. اوبا، تك 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 زي ما انتوا شايفين كده. الله 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 الله. زي ما انتوا شايفين عامل ازاي. نشيل بقى العصبان دي، العناقيد دي بتديله طعم حلو قوي. ممكن طبعا تعملي شرايح من تحت، بصل على طماطم بطاطس زي ما تحبي، بس انا مش بحب بصراحة احط له بطاطس من تحت والكلام ده، بحس ان كده احلى. جربوا الطريقة دي وما تنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب. باي باي.